جدا جوان كان في نادي الانتر يعني تخلص من جوان. ادي امامنا انطلاقه كيودي امامنا الكرات العاليه خطره جدا جدا خطره جدا جدا جدا. ادي امامنا الهدف الاول في اللقاء، كره ملعوبه حلوه قوي قوي الحقيقه عن طريق اللاعب امامنا هو اللي سجل هذا الهدف، لاعب بيحمل رقم 26. ادي امامنا هدف عن طريق اللاعب هولزهاوزر. ادي امامنا هولزهاوزر سجل في مرمى استرا في اطار بقى مرحله المجموعات. رافائيل هولزهاوزر، شوف هنا بقى لسه بقول لحضراتكم جوان جيزس يعني تخلص منه نادي الانتر اعاره لنادي روما. وادي امامنا اللاعب كيودي عمل كره حلوه 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 قوي، حلوه جميله الحقيقه اهو. شوف كيودي عاملها برؤيه جميله جدا. وادي رقم 26 رافائيل هولزهاوزر يعني حاطط رجله الشمال رايحه ايه بعد البدايه اللي كان فيها تسديده فلورنسي في الدقيقه 8 وانقذها الحارس الالمان. وكره اماميه الشعراوي، التعادل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على اللمسه والتمريره ايه التمريره من جيرسون البرازيلي. يضع امامنا هو الشعراوي في هذه المواجهه ويسجل الشعراوي الهدف في هذه اللحظات بعد ايه بعد ما فيش اقل دقيقه ونصف تقريبا بين الهدف اللي جابه اللاعب هولزهاوزر والكره الملعوبه من جيرسون يا ولد، والتغطيه موجوده من اللاعب اللي كان مغطي في الجهه العكسيه. وعلى طول بقى الشعراوي بلمسه فنان باحساس عالي عملها لحظه خروج روبرت ألمر. لكن بص شوف جيرسون عملها له يا ولد حلوه قوي، ويعني ما فيش بقى لا قوه ولا حاجه، الراجل شالها ببطن رجله باحساس عالي جدا. ياتي بهدف التعادل، ثاني اهدافه هذا الموسم كان سجل في كروتوني في اطار الدوري. فيريز البرازيلي خلصها المره دي حلو قوي. فلورنسي عمل هجمه سريعه، الشعراوي الثاني يا ولد يا ولد يا ولد. باطن القدم النهارده كلمه السر ستيفان الشعراوي، قمه التالق في هذه اللقطه ولمسه رائعه. والهدف الثاني الجميل في الدقيقه 34 ستيفان الشعراوي يضعها باقتدار، اولانيه ببطن رجله من فوق روبرت ألمر، الثانيه بقى يعني استلم وببطن رجله اليمين حاططها روعه في المقص الشمال لا تصد ولا ترد. الثلاث اهداف حلوين قوي في اللقاء. ستيفان الشعراوي سجل في هذه اللقطه. لكن شوف هنا لمسه النجم، ادي توتي، بص شوف توتي بيعمل ايه، بص شوف توتي في مباراه استرا عمل 3 تمريرات حاسمه. وادي التمريره اللي وصلت على طول الشعراوي اللي يلعب جنب توتي يساعده، واللي يرضى عنه توتي يساعده ايضا. كم من لاعب لعب في نادي روما، وعندما كان توتي لا يرضى عن اللاعب يعني اللي بيلعب في روما يبقى نهاره مش فايت. لكن هنا بقى شوف الشعراوي يا ولد يا ولد. لكن توتي ايه كروتوني. ادي ايتوربي الباراجواني الى توتي يا ولد بوجه القدم فلورنسي. يا توتي يا توتي يا توتي يا توتي ماذا تفعل يا توتي، ماذا تفعل يا توتي. التمريره الحاسمه الرائعه، وفلورنسي يجد الهديه واقبل الهديه 100 على 100 من توتي بقى النهارده في المباراه رقم 100 لفلورنسي اللي بيسجل امامنا هدفه الاوروبي الثاني بعد ما كان سجل في مرمى البارسا العام الماضي. لكن شوف توتي عمل ايه، شوف توتي عمل ايه في اللقطه بوجه القدم الخارجي. 40 سنه من العطاء ويعني الاداء المميز، القيصر والملك. تمريره يعني قصه، اجمل ما في اللقاء التمريره دي لا يفعلها الا الكبار، وتوتي احد عظماء كره القدم. يا ولد يا ولد يا ولد على التمريره ايه بالسنتي بالمقاس. وفلورنسي يعني حط فيها القوه في اللقطه الماضيه، لكن هي جايه من توتي ايه، جايه من توتي هديه قال له حط. وبالفعل هنا يسجل فلورنسي الهدف 3-1 عفوا النتيجة حتى هذه اللحظة. كان هناك فرصة جديدة هنا، هذه اللقطة البديل يسجل. شوف كنت أحذر روما من هذه الأخطاء، ويسجل البديل اللاعب دومينيك بروكوب يسجل في هذه اللقطة في الدقيقة 82. بروكوب يقلص النتيجة، ادي خطأ وادي بروكوب البديل وتعدي كرة صعبة طبعا صعبة. ادي امامنا الكرة، كنت اتحدث عن الادوار الدفاعية اللي قلت من اللاعبين كسلان في اللقطة الماضية. باريدس ادي تقدم المرة دي ومساندة
في كرة عرضية وإبعاد من فالزيو، وعلى طول جاي بقى دومينيك بروكوب البديل اللي سجل هدف حلو. هدف حلو قوي لبروكوب. شوف لاعب صغير لم يكمل يعني 19 عام، وفي نوع من التقصير في الواجبات الدفاعية من بعض اللاعبين. يا لسه بقول لحضراتكم ان أستريا فيينا بيشعرني في اللقاء ان ممكن يرجع، ممكن يسجل، ويسجل كايودي امامنا هنا هدف التعادل في وقت قاتل. هدف التعادل في وقت قاتل. كايودي امامنا هنا في اللقطة الماضية، كرة عن طريق البديل اللاعب بروكوب، سجل في هذه المباراة هدف تقليص دقيقة 82. ثم امامنا هنا اهو، شوف التمركز موجود لكن الرقابه فين؟ مين اللي مراقب؟ فين مانولاس؟ فين فازيو؟ مين اللي ماسك هذا الرجل في هذه اللقطه؟ امامنا اهو مانولاس بيدور على فازيو ولكن يلاقيها في الشباك ويحطها بقى اللاعب كايودي. روعه، حاططها بايه؟ حاططها بالركبه. يعني بخلاف انه عملها كده كان ممكن قوي لو بوجه القدم تبقى بره.